الامارات خلاص هتنقل جبل ثلج ضخم من القطب الجنوبي علشان يوصل لشواطئها. لكن ليه الامارات هتعمل كده؟ الامارات حاليا بتستعد لواحد من اغرب واضخم المشاريع اللي هتعرفها البشريه الفتره اللي جايه. وبما ان الامارات واحده من اكتر 10 دول على مستوى العالم بتعاني من مشكله ندره الميه، لدرجه ان انتاج 3 براميل من الميه في الامارات بيكلفوا برميل بترول. الفكره باختصار انهم هيستخدموا الاقمار الصناعيه في انهم يحددوا جبل الثلج اللي هم عايزينه، وبعد كده هيتعمل سور حديدي حواليه علشان يحميه من الانهيار. الثلج اللي بطبيعته كده كده بيطفو على سطح الميه علشان يتم بعد كده سحبه من خلال سفينه ضخمه لحد ما يوصل شواطئ الامارات. المشروع هيتكلف 230 مليون دولار، ومده تنفيذ سنه واحده اللي هياخدها جبل الثلج دوت علشان يوصل شواطئ الامارات. لكن طبعا اكيد بتسال نفسك يا صديقي، الجبل ده مش هيسيح في السكه او على الاقل في الاجواء الحر بتاعه الامارات؟ بالفعل يا صديقي الدراسات اكدت انه هيسيح، لكن مش اكتر من 30% بس من حجمه. بمجرد جبل الثلج دوت ما يوصل لشواطئ الامارات، هتقدر الامارات انها تحصل على ملايين الجالونات من الميه الصالحه